سقف البانوراما شيك، وحاجه يعني بتبقى شكلها حلو بالنسبه لقائد المركبه والركاب اللي قاعدين فيها. بس في الحوادث هندسه، ايه رايك في سقف البانوراما في الحوادث؟ استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ وبنتشرف دايما بلقائنا مع حضرتك ومتابعينك الكرام. ربنا يبارك لك. سقف البانوراما جزء شيك جدا في العربيه، وحاجه الناس كلها بتتباهى بيها، ويمكن بيزود من ثمن العربيه في الشراء. جميل. لكن لما نيجي نتكلم على السيفتي والمتانه وسلامه الارواح، انا من الناس اللي ما بحبش العربيه اللي فيها سقف البانوراما. غير الصيانات وبيبوظ وحاجه تقع على السقف، حاجه مش عارف ايه، فتضطر اللي شويه تراب وبفلوس كتيره. طبعا شويه تراب بس كده يخلوا المجر بتاعه الازاز تحصل فيها مشاكل. يعني هو ممكن يصرف له على السقف ده كام تقريبا عشان يصلح السقف بس؟ لا، احنا بنتكلم في سقف زي ده النهارده ثمنه بره التوكيل ما يقلش عن 70-80 الف جنيه. 70 ده بره التوكيل. طبعا رقم كبير قوي. طيب العربيه دي واخده خبطات في حتت انا شايفها كريتيكال جدا وصعبه جدا، ولابد من اللي هي يتعمل فيها قطعيات، وبالتالي طبعا هتسبب له مشاكل في المرور. بص يا استاذ احمد، العربيه دي حسيتها غريبه جدا. العربيه دي مقلوبه. مقلوبه، ما واضح ان هي مقلوبه. بس شفت بقى واكيد السقف ما باظش كده. طول كده مقلوبه. امشي على العربيه هتلاقي العربيه بقيه العربيه كله سليم. ودي من الحالات النادره اللي قابلتني. هي ممكن تكون خدت القلبه واتعدلت على طول. بص المنظر، تلاقي الجزء اللي قدام، النص اللي قدامي بتاع العربيه كله سليم، ما فيهوش خربوش. ما هو على حسب، ده احنا بنشوف حوادث غريبه يعني. يعني هو الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا تعرف نجى ترجع الناس. العربيه دي سليمه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. بقطعيات؟ لا، من غير قطعيات طبعا. في حاجات بتحتاج قطعيات يا باشمهندس احمد، عشان الناس برضو تبقى عارفه ان احنا كلامنا فيه مصداقيه، لكن اللي بنطلع نقول عليه ما فيهوش قطعيه هو فعلا ما فيهوش قطعيه. يعني ادي منظر زي اللي حضرتك شايفه ده ليه اقطع فيه؟ ده هنا الخبطه في القشره بتاعه القايم، باللغه بتاعتنا في الشغلانه عظم القايم سليم. عظم القايم سليم. طب بس الناحيه الثانيه هندسه ايه اللي يخليني اقطع؟ يعني ما اعتقدش العظم القايم نفس الفكره. انت المنظر يشوفه بالنسبه لك يديك منظر مرعب. هو عظم القايم نفسه سليم، لكن في مشكله زي العربيه ديت، لما ما اجي عايز ارجع عربيه زي دي ما ينفعش اظبط جزء بايظ على جزء بايظ. تمام. اللي يحصل ايه؟ ان انا اجيب شنطه جديده اعملها انا اسف، شنطه جديده انا اعملها ترجع تاني زيرو، وابتدي اظبط على الشنطه ديت. ليه بقى؟ لان النهارده الشنطه يعني دي فيها، عشان تعرف تظبطها تجيب شنطه جديده وترجع تاني ترجعها يعني بالظبط، او تخليها عندك يعني بالزبط. عربيه تانية. ما عنديش مشكله في ده خالص. طب هتعرف ترجع الشنطه دي يعني؟ ترجع طبعا. وهنا مش هتغير رفرف ولا اي حاجه ولا اي حاجه يا راجل؟ طبعا. طيب.